عن حزمة تعديلات جديدة ستظهر في كأس العالم بعد أيام، ملخصها: انتهى عصر إضاعة الوقت. كيف؟ أحيانا اللاعب في رمية التماس يتأمل السماء، يتأمل العشب، يبصق على الأرض، ثم يأخذ بوز للكاميرات، وقبل أن يرمي الكرة كل هذا تضيع وقت. في القانون الجديد سيعد له الحكم 5 ثواني، إذا لم يرميها سيعطي الكرة للخصم. حارس المرمى في ضربة المرمى يثبت الكرة، يتراجع، يصفن بها، ثم يأتي إليها يثبتها من جديد، يمسك الناظور، يقيس الزاوية، يحسبها، يبيت استخارة: أضربها هنا أم هنا. بالقانون الجديد سيضربها خلال 5 ثواني، وإلا ستمنح ضربة ركنية للخصم. تبديل اللاعبين وكأنه فيلم هندي، ينظر إلى الرقم ويبدأ المونولوج الداخلي لديه: أنا ليه بقى عايز تنساني وتزود حرماني؟ ثم يتسحسل على مهله على الحركة البطيئة، سلو موشن في رحلة العمر المهدور. بعدها يقبل اللاعب البديل، يتمنى له التوفيق، ليبدي طبعا روح الرياضية ومن الدراما التركية: حبيبي إذا لم تخرج من الملعب خلال 10 ثوان سيلعب فريقك بناقص 1 إلى أن تتوقف المباراة مرة ثانية. أما مدعو الإصابات الذين يظهرون مآسي آلام المخاض على أرض الملعب، هؤلاء سيخرجون يتعالجون خارج الملعب. بعد استئناف اللعب بدقيقة تعود المباراة. تعديل آخر: إذا لم يعجبك قرار الحكم، قائد الفريق فقط هو الذي يكلمه. سوق الخميس حول الحكم انتهى. ثانيا، اعترضت واحتجيت وخرجت من الملعب، مع السلامة، دربك أخضر وكرتك أحمر.